السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح نكمل حل معادلة من الدرجة الثانية ولكن عن طريق دلتا. تمام. أخذنا نحن لما بيكون عنا إكس مربع، راح يكون هي مراجعة صغيرة، إكس مربع زائد أو ناقص عدد. ماشي. طيب، وأخذنا لما بيكون عنا إكس مربع، طبعا كمان هون بيعنا الأمثال الإكس مربع زائد بي إكس. تمام، زائد بي إكس. وأخذنا لما بيكونوا نحن 3 سوا اللي هن إكس مربع زائد بي إكس زائد سي. تمام. طيب، هلأ نحن هون كانت فكرة حلهم إن نحن ننقل مجاهيل لطرف ومعاليم لطرف. تمام. وإذا كان عنا إكس مربع يساوي عدد سالب فهي مستحيل الحل. طيب، وهون كنا نطالع إكس عامل مشترك، هاي كانت فكرة الحل. تمام. وبصير عنا جداء صفري، إما الأول يساوي الصفر أو الثاني يساوي الصفر. طيب، هون كنا نحلها على التحليل المباشر. ماشي. يكون عندنا أمثال إكس مربع يساوي 1، ويكون عندنا عددين جداء سي مجموع بي. ماشي. طيب، هلا نحن بدنا نحل المعادلة من الدرجة الثانية عن طريق دلتا. ماشي. طيب، دلتا شو بيقول؟ شو هو دلتا؟ قانون دلتا بيقول إنه نحن بي للتربيع ماشي ناقص 4، هذا القانون A بC. ماشي. طيب، نحن بعد ما نحسب هالمقدار قال بعنا 3 حالات كمان، اللي هي إذا كانت عنا دلتا أصغر تماما من الصفر، وإذا كانت عنا دلتا تساوي صفر، وإذا كانت عنا دلتا أكبر تماما من الصفر. طيب، هي 1، هي 2، هي 3. طيب، هلا لما دلتا تكون أكبر من الصفر، لما دلتا تكون تساوي الصفر، لما تكون دلتا أصغر من الصفر، شو بيطلع معنا؟ هلا لما تكون دلتا أصغر من الصفر رح يطلع عنا نحن مستحيلة الحل. ماشي. طبعا مستحيلة الحل يعني مثل مين؟ يعني مثل هاي. طيب، ودلتا تساوي الصفر رح يطلع معنا حل مضاعف. إيش معناتها كلمة حل مضاعف؟ يعني حل مضاعف هو مثلا إكس بقول لك تساوي الصفر أو إكس تساوي الواحد. ماشي. خلص، يعني المعادلة من الدرجة الثانية ما لا غير هالحل هاد إكس يساوي الواحد، فنحن هون بنساويه حل مضاعف. ماشي. طيب، طبعا أكيد راح أشرح لكم مثال عن هذا الشيء. ودلتا أكبر من الصفر له حلين. طبعا ما ممكن يكون معادلة من الدرجة الثانية إلى أكثر من حلين، كمان المعادلة من الدرجة الأولى ما بصير يكون إلى أكثر من حل. ماشي. مو يعني يخطر على بالك هيك تخترع لي قوانين وتصير أينشتاين وتحط قوانين جديدة للرياضيات، ما بيمشي الحال. تمام. طيب، رح ناخذ أمثلة. إكس مربع زائد 5، إكس زائد 2. تمام، يساوي الصفر. فنحن هلأ شلون نطبق قانون دلتا وتساوي. طبعا نحن هون دلتا تساوي، أول شي بدي أطلع لكم ال A لحال، واللي هي أمثال إكس مربع 1، وأمثال إكس واللي هي ال B تساوي 5، وC 2. ماشي. طيب، دلتا تساوي B للتربيع، يعني 5 للتربيع 25. فنحن عنا هون B للتربيع 25. تمام. طيب، بعدها نكمل القانون. ناقص 4، حطينا ناقص 4 مضروب ب A ب C. طيب، مين A ومين C؟ A 1، هي 1، C 2. طيب، هلا نحن هون نرجع نقول دلتا تساوي 20 25، 4 ضرب 1 4.
وأربعة ضرب 2 8 مضروب بسالب سالب 8 أو ناقص 8. طبعا مو حدا يخطر لكم إنه نقصوا لي من 25 مباشرة 4. ليش؟ لأنه هون بيناتهم بين الناقص 4 والA و C بيناتهم شو؟ جداء. ماشي؟ بعد ما نحن ننشر المقدار الناقص 4 على A وعلى C، تمام؟ يعني طبعا ناقص 4 ضرب A، خلص إذا طلع معك الناتج إيش من كان يكون 10 مثل هون، ناقص 4 ضرب 1 ناقص 4، خلص بنرجع بنقول ناقص 4 ضرب 2. يعني مثلا إذا قلنا هون 3 ناقص 4 ضرب 3 ناقص 12، ناقص 12 ضرب 2، تمام؟ فبصير عندنا ناقص 24. فما بتقول لي والله إنه ناقص 4 ضرب 2، تمام؟ وترجع تقول لي والله ناقص 4 ضرب هاد، ماشي؟ يعني إما بتضرب أنت ناقص 4 ضرب الA، الناتج اللي طلع معك بترجع تضربه ب2، ماشي؟ بالسي يعني. إن شاء الله يكون وصلت الفكرة. طيب هلا نحن صار عندنا 25 ناقص 8، رح يطلع معنا الجواب ايش قد؟ 25 راح 8 بصير عندنا الجواب 17. ماشي؟ طيب قال نحن لنكمل القانون، لأنه قانون دلتا مو بس هذا هيك لحال، في عنا نحن مشان نطلع الحلول. هلا دلتا شو صارت؟ طلعت أكبر من الصفر، فما ايش رح لازم يطلع معنا حلين. طيب دائما نحن كقانون الحل الأول x1 و x2، تمام؟ طيب شو قانونه؟ قال القانون هو ناقص b على 2a، كمان هون ناقص b على 2a. شفتوا انه هدول ما متغيرين لا ب x1 ولا ب x2. طيب شلون بده يتغير تيطلع لنا نحن حلين؟ قال مرة بنحط ناقص جذر الدلتا، مرة بنحط ناقص جذر الدلتا، ومرة زائد جذر الدلتا. طيب معناها بهالحالة نحن شو مطلوب منا؟ مطلوب منا ما نعيف دلتا على حالة، لازم نجذرها. طيب شو جذر ال17؟ ماله جذر، شو بدنا نساوي معناها نحن؟ بنحط جذر 17، يعني بنقول له هذا يؤدي انه جذر الدلتا نجذر ال17 ماله جذر، فبنعيفها حاله جذر ال17. ماشي؟ طيب الحين بنعوض ناقص بي، ايش قد ناقص بي؟ يعني ناقص 5، لأنه البي 5 مضروبة بسالب صارت شو هي؟ ناقص 5. ناقص جذر الدلتا ناقص جذر ال17. طيب على 2 اي، يعني 2 ضرب اي، 2 ضرب 1 2. طيب هلا هون هذا الجذر والعدد ما بينجمعوا مع بعضهم، تمام؟ فخلص بنعيفهم على حالهم، ماشي؟ ما بتسوي بيهم شيء ابدا، فهذا بيكون حل المعادلة. نجي لهون لتحت نفس الحكي، ناقص بي يعني ناقص 5 زائد جذر الدلتا زائد جذر 17 على 2 a، يعني على شقد كمان نفس الحكي 2 ضرب 1 2. فبيكون عندنا هذا المقدار هو حل للمعادلة، واللي هو الحل الثاني، وهذا الحل الأول. ماشي؟ طبعا ما في مشكلة إنه تسمي لي هذا الحل الأول ولا هذا الحل الثاني ولا هذا الحل الأول وهذا الحل الثاني، يعني ما بيفرق أبدا. ماشي؟ طيب رح ناخذ مثال ثاني. إذا قلنا x مربع، فمثل ما نكون شايفين x مربع ناقص 2x ناقص 8. طيب بدنا نحن نطبق قانون دلتا. إذا بتتذكروا نحن على التحليل المباشر عددين جداء ناقص 8 مجموع ناقص 2، مين هن برأيكم؟ 2 ضرب 4 ما بيعطينا 8؟ طيب بس بده يكون مجموع ناقص 2 وبده يكون جداء كمان ناقص 8. شو هن؟ الناقص 4 والزائد 2. الناقص 4 زائد 2 بيعطينا ناقص 2، والناقص 4 ضرب 2 بيعطينا ناقص 8. فمثل ما قلت لكم عددين جداء ناقص 8 مجموع ناقص 2 اللي هن الناقص 4 و2، لو ضربناهم بيعطونا ناقص 8، لو جمعناهم بيعطونا ناقص 2. طيب أنا ما بدي أحلها على التحليل المباشر. طبعا لو حليناها على التحليل المباشر قلنا نحن x زائد 2 بx ناقص 4، صح؟ طيب
يعني الحل لازم يطلع معنا ناقص 2 وزائد 4. طيب نحن نحلها على الدلتا. دلتا تساوي ناقص بي، عفوا بي للتربيع. تمام. طيب مين بي؟ الناقص 2 للتربيع 4. بعدين ناقص 4 مضروب A ب C. ناقص 4 مضروب A ب C. مين ال A؟ 1 وال C ناقص 8. طيب فناقص 8 ماشي هي C. هلا نرجع نجمعهم. دلتا تساوي 4 بننزلها على حالة ماشي. طيب ناقص 4 ضرب 1 ناقص 4. ناقص 4 ضرب ناقص 8 بيعطينا ناقص 30 32. طبعا هون السالب ضرب السالب بيعطينا موجب ماشي. طيب 32 و4 بيعطينا 36. 36. طيب هلا نحن مثل ما قلت لكم نحن ايش بدنا؟ بدنا جذر الدلتا. جذر الدلتا بدنا. طيب هي جذر الدلتا. طيب جذر 36 ايش قد؟ 6. فبنحط 6 ماشي. ما بنحط جذر 36 لأنه له جذر فبنحطه 6. طيب للتوضيح جذر 36 مو هو نفسه 6 ضرب 6 مو ضرب الأساس جمع القوى. قوة 6 هون ايش قد؟ 1 فبيعطينا 6 للتربيع. 6 للتربيع تربيع بشيل الجذر بيصير عندنا 6 ماشي. طيب هلا بنبلش. طبعا دلتا هون كانت أكبر من الصفر ماشي. ففي عنا حلين فكملنا إنه نحن بدنا نجذر الدلتا. طبعا إذا كانت دلتا أصغر من الصفر فما بتكمل أنت وبتقول لي جذر الدلتا ماشي. طيب الحل الأول x1 والحل الثاني x2. طيب يساوي ناقص b زائد جذر الدلتا على 2a. نفس الحكي هون ناقص b على 2a بس إنه بيتغير هون ناقص جذر الدلتا. طيب منعوض هون. طيب هلا بقول لي انه ليش هون حطيت الحل الاول ناقص جذر الدلتا وهون زائد جذر الدلتا؟ ما بيختلف. قلت لك ما بتفرق، نفس الشيء ماشي. بس المهم انه واحد منه يكون زائد جذر الدلتا، واحد منه يكون ناقص جذر الدلتا. طبعا في حال كانت الدلتا اكبر من الصفر ماشي. اكبر من الصفر يكون لها حلين. طيب عوضه. ناقص بي اول شيء قيمة بي ايش قد؟ ناقص 2 ومضروبة بناقص فبصير زائد 2. طيب زائد جذر الدلتا هي 6 على 2a. على 2a شو قيمة ال a هون؟ 1. 2 ضرب 1 2. طيب 6 و2 8. 8 على 2 بيعطينا 4. شو قلت لكم أنا لازم يطلع لنا أحد الحلول 4. طيب الحل الثاني ناقص b. قلنا ناقص b هي 2 لأنه قيمة الb ناقص 2 مضروبة بسالب فبصير 2 ماشي. يعني مثل كأنه دائما نحن عم نغير إشارته ماشي. لما كانت هون إشارتها موجبة سويناها سالبة، ولما بتكون سالبة رح نسويها موجبة. ليش؟ لأنه نحن عم نضربها بسالب. طيب ناقص جذر الدلتا واللي هو ناقص 6 على 2a صح؟ على 2a. قلنا a هون قيمتها 1 ب2 ضرب 1 2. 2 راح 6 ناقص 4 على 2 فبيعطينا الجواب